يلعب له كرة عرضية، وصلت المحاولة تسديدة من سفيان، راحت سهلة لحارس المرمى، راحت سهلة الكرة في هذه الأمسية وفي هذا اللقاء. طاقم تحكيمي مكون من حكم ساحة أحمد سالم خلفان، مساعد أول مسعود حسن، مساعد ثاني الحكم أحمد العبدولي، وحكم رابع سهيل عبد الله. حكام الفيديو، الكرة بتعود تسديدة والكرة راحت، الكرة راحت يا سفيان كاد بأن يسجل لكن الكرة ضاعت، الكرة ضاعت في اللقطة الماضية. هذه المحاولة هنا الانقضاض من محمد عباس لسفيان، كان أمامه أكثر من خيار لكنه اختار التسديد في اللقطة الأخيرة، اللقطة اللي أزعجت لابا كوجو، أزعجت لابا كوجو لأنه يدخل بحافز كبير من أجل إرضاء جماهير. يوري حاول فيها، يوري سدد، يوري يا سلام، يا عيني يا عيني على
ثلاثية للعميد، ثلاثية للعميد اللي يجعل الكل ينبهر بما يقدم العميد النصراوي. هذا المشجع لا يصدق، هذا المشجع لا يصدق. أطلقها صاروخية، أول أهدافه، لا هذا أجمل أهدافه، هذا أجمل أهدافه. العميد اللي يضرب بيد من حديد اليوم، يضرب بيد من حديد، لون السماء ولون البحر، واللي لا يرى إلا السماء، لا يرى إلا القمة، لا يرى إلا الانتصار، لا بديل عن الفوز. أطلقها صاروخية، ثلاثية للعميد النصراوي في معقل الزعيم، ثلاثية قاسية، ثلاثية قاسية في شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف جميلة. كل هدف يقول الزود عندي. والمشجع الصغير للأمام بالاسيوس لكاكو، كاكو يحاول، مضغوط عليه، كاكو يسدد، وهدف التقليص، هدف التقليص يسجل كاكو. الزعيم لا يرمي المنديل، الزعيم لا يرمي المنديل، يعيد لهم الأمل بخطأ من راشد محمد عمر. راشد محمد عمر أخطأ في اللقطة الماضية، وكاكو أليخاندرو روميرو يسجل الآن هدف التقليص، هدف إعادة الأمل في شوط المباراة الثاني. استلمها بهذه الطريقة وأطرقها في شباك نادي النصر ليسجل الآن هدف التقليص لمصلحة الزعيم العيناوي. أصبحت النتيجة 3-1، 3-1 في شوط المباراة الثاني. دقائق راح تكون مثيرة، الفارق هدفين. هل يعود نادي العين إلى سفيان رحيمي؟ سددها، عادت إلى كاكو، نقلها عرضية، الكرة تصل لبارك، بارك ينتظر، بارك لم يجد الحل، سفيان حاول أن يركنها، الكرة مرت والمحاولة بتعدي إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى في اللقطة واللعبة الأخيرة. هذه الكرة من بارك، حاول سفيان أن يركنها، لكن الكرة مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة نادي النصر. 3-1 حضرت في بطولة الدوري في 2021. انتصر نادي النصر في استاد هزاع بن زايد في هذا الملعب 3-1. كابياديني يستعد